بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نبدأ أحداث المباراة. كل التوفيق بإذن الله لنادي الأهلي إن هو النهاردة يخرج بنتيجة إيجابية ونتيجة قوية ويحقق فوز النهاردة هنا في القاهرة في لقاء الذهاب. الأهلي أصبح على شمال الشاشة بيزيه الأحمر، وفريق سان جورج صاحب البيت صاحب الدار هيكون يا سادة على يمين الشاشة النهاردة بيزيه الأصفر في مباراة اليوم بكل تأكيد. امام السندة حسين الشحات، هوبا التصويب ولكن عالية تعلى وطلعت بره. استلام روعة بتصويبة ولكن رد فعلها بالمرصاد تيجي في قدم اللاعب ايمانويل وطلعت بره. بص الباصة حلوة ازاي، بص باصات سحرية بقدم امام عاشور والاستلام من حسين الشحات ولكن تعدي وتبقى بره الملعب. ركنية مرة تانية لصالح النادي الاهلي. اليو ديانج الهجمة السريعة، البصة حلوة بيرسيتاو عرضية. يا طماع يا طماع يا طماع يا طماع، لازم تكون طماع يا تاو، لازم تكون طماع يا تاو. بيرسيتاو بدل ما يخش بيها داخل منطقة جزاء ولكن قال لك العب العرضية الساحرة لقدم كهربا ولكن اريانها. يرجع للدفاع الاثيوبي. جماهير الاهلي عاملة شكل وطعم ولون، عاملة جو غير عادي لهذه المباراة. بطولات افريقيا. امام بعرضية كهرباء، التصويبة فين؟ في المدرجات. في المدرجات الضغط يولد اخطاء، والاهلي ضغط على لاعبي سان جورج وعملوا خطأين لاعبي سان جورج ولكن الخطأين ما قدرناش نسجل منهم هدف. ادي القطعة الممتازة من امام والاسيست الروعة، هدية لقدم محمود كهربا. وكهربا فين؟ في المدرجات. امام عاشور لعب مباراتين مع الاهلي امام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة قبل الماضي وامام النادي المصري. هجمة جديدة للاهلي، تصل ديانج على اليمين، ربيعة بلمسة خطيرة مش ممكن تعدي. يا الله يا الله، لمسة ولكن تعدي يدوب بجوار القائم الايمن للحارس باهيرو نجاش. لمسة وانطلاقة عنترية. ادي الاعادة مرة تانية، طلع وزاد لاول مرة رامي ربيعة وعلى طول يلعب الباص ولكن تعدي بسلام وامان على مرمى الحارس نجاش. هجمات الاهلي فيها خطورة كبيرة جدا وان شاء الله وباذن الله الاهلي قرب من هز الشباك. تحضير واستلام، هد خد، تصل للشحات، المهارة والتصويب والهدف العالمي 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 العالمي. جول جول حسين الشحات بلمسة بمهارة بكوبري عالي جدا وحطها هناك في البعيدة في الزاوية في المكان البعيد الهادي على شمال باهيرو نجاش عشان النادي الاهلي يسجل الان الهدف الاول. هدف التقدم يا سادة في دقيقة 29 من زمن الشوط الاول. متعنا يا شحات وطلع على هاكس، متعنا يا شحات علشان نطلع على هاك. بص الشحات، بص الكوبري، بص المهارة، بص اللمسة الحلوة، بص التصويبة الجميلة، بص امام عاشور، بص الشحات. حسين الشحات عمل ايه؟ ده عمل مهارة، واي مهارة عمل كوبري، واي كوبري وعلى طول لمسة حلوة حطها جميلة عشان النادي الاهلي يترجم الضغط والسيطرة والاستحواذ والهجمات الى هدف اول مستحق بكل تأكيد في الدقيقة 29 من زمن الشوط الاول. لمسة بطالية، امام رجله جامدة، هوبا التصويبة القوية والصدة حلوة من باهيرو نجاش. اللمة حلوة باليمين شغال وبالشمال شغال، بسم الله ما شاء الله. بره الملعب على طول ركنية لصالح النادي الاهلي. ادي النجم طبعا امام عاشور، تصويبة حلوة شكلها حلو، عملت بند ولكن معاها بشكل ممتاز الحارس للشحات. الشحات على الارض، سندة لكهربا للشحات، ترجع ورا مروان عطية عرضية متابعة الكهربا، لمسة وهدف ولكن طلعت بره. عبد المنعم المتخصص في البدايات. عبد المنعم هو المتخصص في هز الشباك في البدايات ولكن النهارده المتخصص هو الشحات، هو صاحب هدف البدايات في هذا الموسم. حسين الشحات، هذه اللمسه من كهربا والبتاع عبد المنعم ولكن بره الملعب. تبقى حاليا ضربه المرمى لصالح فريق سان جورج الاثيوبي.
حسين الشحات انطلق، راح الشحات، امام عاشور بصه حلوه سحريه، رؤيه بمهاره، الله عليك يا ولد، الله تصويب والصده. اقول لك ايه، اعد لك ايه، امام عاشور شكل تاني واداء تاني ومستوى تاني. امام عاشور اضافه كبيره، واي اضافه بص يا امام، على طول رقصه، على طول رقصه ومرجحه، ثم تصويبه، ثم صده حلوه بايد الحارس بهيرو نجاش. بهيرو نجاش يتألق، الشحات راسيه متابعه، هوبا التصويبه كربجيه، لسه في خطوره مره ثانيه، لمسه يا الله يا الله يا الله، العارضه بتقوم بدور حارس مرمى نجاش وتمنع الهدف الثاني للنادي الاهلي. خطيره والهدف، ولكن الحمد لله تعدي وطلع بره بسلام وامان على مرمى محمد الشناوي. الحمد لله تعدي بسلام من قدام قدم اللاعب ابل اياليو. علي والرؤيه والانطلاقه والباص العرضي، مهاره تصويب ومش ممكن للمره الثانيه العارضه تتالق وتمنع هدف كمان لنادي الاهلي، في الاولى بقدم ربيعه وفي الثانيه بقدم امام عاشور. عاشور الشحات باصه كهربا والهدف، مش ممكن، مش معقول. محمود كهربا عاوز يكهرب المباراة ويولعها نار، استلام ممتاز، ولكن اللمسة الأخيرة تعدي بشكل غريب عجيب. بص الباصة حلوة ازاي، والاستلام روعة ازاي، السيستي يدرس بقدم حسين الشحات وتصويبة، ولكن تعدي يدوب بجوار القائم الأيمن للحارس بهيرو نجاش. الأهلي ضيع 3 أهداف حتى الآن. صعب من امام عاشور، الكره بطريقه قويه تصل على الشمال، انطلاق عنتريه، كهربا والرؤيه والعرضيه عاليه على طول الشحات، استلام، الله على الاستلام، تصويب والهدف. الله عليك يا ولد، الله. حسين الشحات النهارده بيعمل عظمه في ارضيه الملعب. العب يا حسين، سجل يا حسين، اضرب يا حسين، امضي يا حسين. والنهارده حسين الشحات يسجل الهدف الثاني، عملوها تاني وسجلوا الهدف الثاني. نجم المباراة ونجم الشباك حسين الشحات يسجل يا سيدة الهدف الثاني في دقيقة 58 من عمر اللقاء. اي استلام واي مهارة، بص العرضية جميلة جدا، واستلام يدرس، المهارة موجودة في اقدام حسين الشحات، واي استلام ثم تصويبة وهدف. والله جميل، حسين الشحات سجل هدفين، كل هدف احلى من الهدف الثاني. حسين الشحات هدف اول في الدقيقة 29، حسين الشحات هدف ثاني في الدقيقة 58. على طول امام عاشور على الشمال لعلي معلول، علي وسنده، هات وخد جميلة، الشحات لعلي والراسي والهدف، مش ممكن، تعدى تلعب بره، مش ممكن. الآن السيمفونية، الآن مزيكا، الآن الأهلي فتح أبواب الكلية من أجل إمتاع وإسعاد الناس بلمسات ومهارات وأهداف جميلة النهارده في مرمى الحارس بهيرو نجاش. هذا الرأسية من ربيعة، ولكن طلعت بره الملعب، ولكن جملة حلوة قوي في الجبهة اليسرى بين إمام عاشور، لمس خطير، دفاع، متابعة الخطورة مرة ثانية، لمسة عالية ترجع، محمد هاني تترد من خطورة بتصوبة قوية يا الله، ولكن الحمد لله طلعت بره بعيد. تصوبة شكلها حلو وقوية بالقدم اليسرى، بقدم طبعا اللاعب داود، ولكن بعيدة على المرمى، وتعدي الحمد لله بالسلامة على مرمى الحارس وهو محمد الشناوي. النادي الاهلي كمان هذا الموسم بيستعد لدوري السوبر ليج. ثاني علي معلول، علي باصه بينيه لأفشة، هوبا التصويب، ولكن فين؟ في نص المرمى في احضان الحارس المتميز بهيرو نجاش. تصويبه ضعيفه جدا بقدم اللاعب صلاح محسن يعود للاهلي هذا الموسم بعد ما كان طبعا معار في الموسم الماضي لفريق سيراميكا كليوباترا، وساهم في فوز نادي سيراميكا والحضور الجماهيري بالنسبه للنادي الاهلي. قطع من صلاح مره ثانيه، ترجع ورا، تصويبه حلوه، مش ممكن، تعدي تلعب بره
يتألق الحارس على طول نجاش ويحط ايديه ويطلع كورته بره الملعب. ركنيه تصويبه حلوه شكلها غير عادي بقدم اللاعب محمد كريستو، ولكن تعدي بسلام وامان وتلعب بره. تبقى ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. قطعه ممتازه من صلاح محسن ويلعب باصه واسيست بقدم على النجم محمد كريستو. عبد القادر عاوز يعدي، انطلق راح هرب بمهارة بسرعة غير عادية. عبد القادر المهارة واللمة، عبد القادر والباصة لسه صلاح لعبد القادر لما كورته حلو عدى حلو هوبا التصويب والهدف. الهدف 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 الثالث، الهدف الثالث، والاهلي يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة بلس 90 من نهاية المباراة. لسه بتكلم لسه بقول يا اهلي عاوزين الثالث، وكانهم سامعيني ويعملوها ويجيبوها ويسجلوا الهدف الثالث مشاهدينا في الوقت القاتل من نهاية المباراة. الاهلي ملك الدقيقة 90 وملك الدقيقة بلس 90، هم ملوك الاهداف القاتلة في الاوقات الصعبة القاتلة من نهاية المباراة. بص المهارة، بص اللمة، بص على طول انطلاقة غير عادية وسرعة غير عادية والتحكم وسيطرة غير عادية في اقدام عبد القادر. بص عبد القادر عدى دخل في الزحمة ثم تصويبة حلوة في البعيدة هناك على الشمال. الحارس نجاش عشان النادي الاهلي يعملها الثالث ويسجل هدف ثالث في الوقت القاتل خلاص من نهاية المباراة. بالثلاثة الاهلي يتقدم يتفوق يتغلب اليوم في لقاء الذهاب في الدور الاول في البطولة الكبيرة المفضلة والمحببة لدى الملايين من عشاق ومحبي النادي الاهلي. 3 لا شيء.